نهضة بركان من التتويجات التاريخية لتحضيرات موسم جديد بطموحات اللي كبارين. نهضة بركان الفريق اللي كتب تاريخ جديد في الموسم اللي فات بحصوله لأول مرة على لقب البطولة الاحترافية والفوز ديالو بكأس الكونفدرالية الإفريقية ومتعنا بالوصول لنهائي كأس العرش. هذا العام نهضة بركان خدامين على نفس الطريق، حافظوا على المايسترو معين الشعباني ودخلوا في معسكر في مدينة السعيدية بجودة التركيز والحماس. نهضة بركان عرفت ميركاتو اللي كان قوي بانضمام لاعبين جداد بحال اسماعيل قندوس، يونس الكعبي وزيد. واهم حاجه الفريق تمكن من الحفاظ على مامادو لامين كامارا. هادشي كامل كتشوفوا جماهير النهضه بانه خطوه مهمه بزاف لضمان العمود الفقري للفريق. في بدايه الموسم النهضه عندها تحديات كبار محليا وقاريا، اهمها لقاء السوبر الافريقي قدام بيراميدز المصري في القاهره، وهذا الشيء في منتصف اكتوبر. نهضة بركان طامحه تدافع على لقبها المحلي وتمشي بعيد في دوري الابطال الافريقي وتزيد القاب جديده وترسخ اسم النهضه كقوه قاريه. معكم سلمى مفاجي، نتلاقاو في حلقه جديده مع فريق جديد.